هعمل معاكم النهاردة الكشري المصري بطريقة سهلة وبسيطة هتعجبكم جدا. هتشموا ريحته كده كأنكم معديين من قدام محل كشري، بس طبعا في البيت أنضف وأحسن. كمان هعمل معاكم الصلصة الحمرا بتاعته بطريقة سهلة وبسيطة وبنتيجة هتعجبكم جدا. يعني اعملوها كده شبه ما هعملها معاكم، هتلاقوا طعم خطير وحلو قوي. وكمان هعمل معاكم الدقة اللي بتكون في المحلات. بصوا بقى الدقة دي خطيرة خطيرة، يعني هتعجبكم جدا. فيلا بينا نشوف كده هنعمله ازاي مع بعض واحدة واحدة. انا معايا نص كوباية من العدس بجبة كده، بحطه في بولة وبحط عليه مية مغلية وبسيبه جنبي على جنب كده لحد ما احمر الشعرية بتاعة الرز. مش بسلقه ولا اي حاجة وما تقلقوش، بيكون مستوي جدا. جبت حلة حطيت فيها معلقة من السمنة ومعلقة من الزيت، ايا كان المادة الدهنية اللي بتستعمليها مفيش اي مشكلة. وحطيت نص كوباية من الشعرية، وايدي بقى فيها علشان مش عايزاها تتحرق وعايزاها كلها تاخد لون واحد كده مع بعضه لحد ما وصلت للون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه ده. معايا كوباية من الرز، غسلته وصفيته ونزلت بيه على الشعرية. الخطوة دي بقى محتاجة اقلب لحد ما كل المية اللي في الرز تنشف وتلاقيه اتحمص كده، وبصوا هيفرفر بقى معاكي بالشكل ده كده. في الوقت ده كنت انا صفيت العدس من المية بتاعته وضفتها على الرز والشعرية. الكمية اللي هعملها في الكشري دي بتعمل 3 اطباق حجم كبير، يعني بس حجم محترم كده كبير شوية. حطيتها. بعد كده حطيت التوابل بقى بتاعتي، بحط ملح وبحط نص معلقة كمون ونص معلقة فلفل اسود. كمون وفلفل اسود على الرز، حطيه وجربي وشوفي انت اساسا وانت بتقلبي كده هتبدأي بقى تشمي طعم الكشري. حطيته وبعد كده المية بتاعتي بكون حاطة مية بتسخن جنبي واضيفها على الرز. بصوا لون المية. اول ما الرز بيغلي ببقى مخليه النار وسط، اول ما يغلي ويتشرب كله كده نقديله تقليبة، واجي بقى مغطية وعلى نار هادية جدا سايباه لحد ما يستوي. وهنا كان بعد ما استوى. بصوا بقى جماله، في ناس تقول لو سوينا العدس مع الرز بيخلي الرز لونه غامق. لا خالص، اهو انا عاملاه معاكم اهو في نفس الحلة. الرز مع الشعرية مع العدس حلو جدا، وبصوا الرز مفلفل كده وخطير. سيبناه على جنب، بدأنا نعمل الصلصة. جبت 6 طماطمات وسط قطعتهم وفي الخلاط مع شوية مية وضربتهم. بعد كده الحلة حطيت فيها معلقة سمنة ونزلت بالطماطم اللي انا ضربتها. بس قبل ما اضرب الطماطم الاول هحط معلقة من التوم، معلقة توم مفروم حلوة كده محترمة، لحد ما لونها بقى ذهبي بالشكل ده. اخلي بالي علشان لو اتحمرت هتبقى ممررة. يدوب ذهبي نزلت بالطماطم. التوابل بحط ملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة. ايوه كمون وكزبرة ناشفة تحطيهم عليها. كمان حطيت شوية شطة كده علشان تبقى الطماطم يعني ايه، انا مش عايزاها سبايسي قوي، لا انا عايزاها سنة كده بس. ومعلقة من الصلصة لان الطماطم ما كانتش حمرة قوي وانا بحب اللون بتاعها يبقى احمر شوية، وعامة هي لما بتتسبك بتحمر اكتر. وحطيت نص معلقة سكر بس كده. يبقى ملح والفلفل اسود وكمون وشطة وكزبرة ناشفة. بصوا بقى هنا لما اتسبكت ده القوام كده اللي انا عايزاه، مش عايزاها تنشف عن كده. ولو تقيلة ممكن بعد كده تزودي شوية مية سخنين عليها. خطيرة ريحة الصلصة يعني حلوة قوي. المكرونة بقى حلة فيها مية مغلية، حطيت فيها شوية ملح. والمكرونة دي كانت كيس، الكيس اللي هو 400 جرام. تمام. سلقتها وصفتها. اخلي بالي قوي وانا بسلقها علشان ما تتهريش مني وتبقى طعمها طري قوي كده في الكشري، ما بتبقاش لذيذة. اول ما تستوي اطفي عليها على طول. البصلة بقى قطعتها جوليان وحطيت عليها معلقة دقيق ومعلقة نشا. تقلبيها كده تخليها تتغلف بالدقيق والنشا، وبعد كده بنقلها في طبق تاني كده بعد ما اكون صفتها من الدقيق.
وفي زيت سخن بنزل بالبصلة، وايدي بقى ما تسيبهاش لان البصلة يعني اكتر حاجة لو اتحمرت تمرر. كده البصلة معايا بصوا بقى بتبقى مقرمشة كده وطعمها حلو قوي، يعني ممكن تاخديها تسالي كده وانتي واقفة. الدقة بقى بعملها ازاي؟ بحط معلقة توم مفروم عليها ليمونة كاملة، ادي الليمونة الكاملة. ايوه البذر ده مش بحبه خالص. التوم وعليه الليمون، دوبت كده التوم المفروم. بعد كده احط التوابل بتاعتي، بحط ملح وبحط كمون، بس كده مفيش اكتر من الملح والكمون. معايا كوباية مية مغلية ضفتها، وبحط عليها ربع كوباية خل. تمام. الناس اللي مش بتحب الخل تركيز عادي ممكن تحطي اقل من الربع، وتدوقي حسيتي انك لسه محتاجة تزودي عشان توصلي للدقة كده اللي بتاكليها بره حطي برضو. بصوا بقى الدقة دي خطيرة يعني جميلة جدا جدا، وهي بتاعت المحلات، وبصوا سهلة ما فيهاش اي حاجة. كده انا خلصت بقى كل اللي انا محتاجاه. على فكرة اللي بيحب حمص الشام برضو ممكن يعملوا ويزودوا مفيش مشكلة. بعد كده بعمل تركاية حلوة قوي، المكرونة اللي اتسلقت باخد عليها معلقتين من الزيت اللي حمرت فيه البصل، وبقلب بيها المكرونة اخليها تفرفر كده، وبعدين بيدي نكهة حلوة قوي. عايزة بقى اجمع مكوناتي على بعض، بحط الحلة بحط فيها الرز والشعرية والعدس، وبضيف المكرونة، وهميكس بقى كل ده كده مع بعض واقلبه مع بعض. بصوا سهل وسريع وبسيط وحلو قوي، يعني من الاكلات الجميلة اللي بنحبها كلنا. وكده بقى جاهز معايا، هنحطه بقى في الطبق وتقدميه بقى بالطريقة اللي تحبيها. انا حطيت كده شوية صلصة وعليها البصل المقرمش بتاعي. بقى معاكي احلى كشري واحلى صلصة ودقة. اتمنى انكم تجربوه بالطريقة دي وتقولولي ايه رأيكم، وما تنسوش اهم حاجة لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك للفيديو، ولو مش مشتركين في القناة اتمنى انكم تشتركوا في